الغزالات بسطلة الحوت ساهلين ماهلين وبلا تبعكيك. يلا إلا بغيتو الطريقة تبعوا معايا وما تنسونيش اللايك والشير والضغط على الجرس جنب جيمو. يلا على المقادير. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم كما قلنا بسطيلات ساهلين ماهلين وبطريقة مبسطة إن شاء الله. عندي 250 غرام ديال الكروفيت. المهم الكمية غتكون على حسب المتوفر. أنا عندي هنايا 250 غرام ديال الكروفيت أي القمرون، وعندي سمك أبيض، حوتة طريف ديال الحوت أبيض عندي 250 غرام، وعندي شوية ديال الكالامار، وعندي قزبر ومعدنوس، وعندي هنايا عصير حامضة، عصير ليمون، ومعلقة صغيرة ديال الهريسة، معلقة ديال الملحة، سكينجبير، بزار، قزبر يابس، شوية الكمون والتحميرة. إلا عندكم العطرية ديال الحوت من الأفضل. عندي الحامض مصير يعني ليمون مخلل، وعندي الزيتون، شوية الزيتون، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم، وأيضا زيت الزيتون والشعرية الصينية. اللي عايش في أوروبا وما عرفش منين يجيبها، كاينة في الحوانت ديال المغاربة وعند الأتراك أيضا. خديت هاد الورقة ديال الفيلو ولكن ما صدقاتش ليا، كلها تتفرتت. الورقة طويلة خصها دايما تكون جديدة، الا ما كانتش جديدة ما تتصدقش. المهم هذه كنصيحة فقط. اول مرحلة غنبداو بالشعرية الصينية. انا مخليه الماء تيسخن، غنهز واحد 2 طروفة من الشعرية الصينية عبارة عن 150 غرام، ونديرها في الماء يكون مغلي، ونخليها واحد 2 دقائق ونصفيها ونقطعها. ودابا غنمشيو غنقيو الكروفيت ديالنا. غناخدو واحد الكمية بسيطة، شي 6 ولا 7 هكا للتزيين. نختاروهم يكونوا زوينين، يكونوا مبوكسين. ايوا يا لاله، ونقيو الباقي. غنقي لكم وحده. قولي لي شكون اللي ما تعرفش ينقي الكروفيت؟ كلشي تيعرف ينقي الكروفيت. المهم ما علينا. كاين واحد الخيط هنايا ضروري تنحيدوه، هذه لقيت ما فيهاش. المهم تيكون واحد الخيط كحل، تبقاو تحيدوه. صافي، ونكمل الكميه ديالنا ونلتقي. غادي نديرو الشرموله ديالنا، غادي نحطو القزبر ومعدنوس. انا عندي هنايا شي 3 المعالق كبار. كما تنقولوا هادشي ديالنا. تنتفكر واحد الفلسطيني مسكين تيقول لي ورا عرفنا ديالك. ولكن شنو نقول لكم، مشات فيا. المهم درنا الثومه والحامض المصير اللي هو ليمون مخلل. عندي معلقه ديال الثومه ومعلقه ديال الحامض مصير. غادي نزيدو الحامض، عصير ليمون او عصير حامض، ونديرو معلقه صغيره ديال الهريسه على حسب نتوما. الا تصبغيو الحار ديروا معلقه 2، المهم نتوما على حساب. ونديروا العطريه ديالنا اللي فيها القزبر اليابس، وفيها سكنجبير، فيها تحميره، الابزار، ونضيفوا شويه ديال الزيت البلديه، شي 4 المعالق هكاك، ونخلطو. عصير الحامض تيعطي واحد لوغو زوين، يعني ديروا حتى 2 حامضات تيجي لوغو زوين فيها. ديك الحموضيه اللي تتكون مع الحوت تتجي واعره.
ايوا هي غزاله وخليطي، وها هي الشرموله جاهزه. تنخليوها على جنب ونقطعوا الحوت ديالنا، اي حوت عندكم او سمك يكون ابيض يمكن لكم تستعملوه. تنقطعوه هكا مربعات. تناخدو مقيله تنديرو فيها شويه ديال زيت الزيتون او الزيت النباتيه اللي متوفر عندكم، ولكن زيت البلديه اكيد تعطي طعم احسن. تناخدو معلقه ديال الشرموله اللي صايبنا وتنضيفوها على القمرون او الكروفيت وحركي حركي وشقلبي. ما تياخدوش الوقت بزاف، غير 2 دقايق ولا 3 دقايق صافي، وطفي عليهم الغاز وصافي، وها الكروفيت واجدين. نخليوهم يبردوا شويه. تنخليوه على جنب وتنمشيو للكالامار، وفي نفس المقلاة ما تنغسلو لا مقله لا والو، ما تقوش عليه قوه الماعن. في نفس المقله غادي نحطو الكالامار وغنحطو عليه معلقه ديال الشرموله والقليل من زيت الزيتون، ونشحروه واحد 2 دقايق ولا 3 وصافي. وما تنساوش تقطعوه طريفات صغيورين اسهل. وما تخليوش بزاف على البوطه حيت تيتكنزز. دغيا 2 دقايق 3 دقايق بارك عليه. صافي يا لاله، وها هو واجد. تنمشيو عاوتاني وتناخدو الحوت الاخر، الحوت الابيض، نحطو عليه معلقه ديال الشرموله ومعلقه ديال زيت الزيتون شويه، المهم ونقليوه حتى هو واحد 3 دقايق 4 دقايق. وها هو واجد. ايوا ونحطوه في الطبسيل، شوف الطبيسيل، والنصف في الطبسيل والنصف في الارض. شاطره يا بت. ونمشيو للشعريه، الشعريه الصينيه تنقطعوها طريفات صغار غير بهذا الشكل هكا، غير بالمقص، ونحطوها في نفس المقله. نديروا لها شويه د المليحه وشرموله وشويه ديال الزيت ونشحروها واحد شويه. نشحروها حتى هي 1 دقيقه ولا 2 دقايق. الله يجعل البركه. ايوا برك عليها. نطفيو الغاز وناخدو واحد الحديده
باش ما نحطوش المقله على البلون دو طرافاي وتحرق لينا الطبله ويحيح علينا مول الدار. تنضحك معاكم. المهم تنحط الزيتون، نحطو شويه الزيتون ونحطلو الحوت ديالنا. كان فراسي واحد البلان، المهم ورجعت عاوتاني في كلامي وحطيت الحوت كامل. كنت زعما بغيت نزوق بيه ولكن غنضيع الوقت. اللهم نخلط الحوت كامل. صافي نخلطو كامل. عندي هنايا انا هذا دبس الرمان، حيت ما عنديش صلصه الصوجا. عندي دبس الرمان تعطيني واحد المذاق زوين، ولكن الا عندكم صلصه الصوجا او الصويا راه مزيانه حتى هي، ولكن هذا فيه واحد الحموضه زوينه. المهم هذا كاضافه ماشي ضروري. وعندي شويه ديال الكبار حتى هو غنديرو. الا عندكم كورنيشو حتى هو ديروه، ولكن قطعوه رقيق بزاف. الا عندكم كورنيشو حتى هو تيعطي حموضه وتيعطي مذاق زوين. درت واحد تقريبا معلقه كبيره. على فكره الكبار غير اضافه وصافي. انا كان عندي زدتو، هي في صراحه تيجي زوين، ولكن الا ما كانش ماشي اشكال. وخليطي وجا خليطي ونمشيو باش نعمرو الحشوه ديالنا، نديروها في الورقه ديال الفيلو ولا ورقه البسطيله. قبل ما نمشيو غناخدو واحد الكاس ديال الزبده مذوبه ونزيدو عليها 2 معالق ديال الزيت، ونزيدو عليها نص معلقه ديال البابريكا او التحميره ونخلطوها مزيان. وهي اللي باش ندهنوا بها الورقه ديال الفيلو او الورقه ديال البسطيله. عندي الطويصه هذه ديال الشكلاط تنخبعها تندير فيها دوك الدويورات. وهذه هي الورقه. الصراحه البنات خذوها وعينيكم مغمضه. عرفتي هاد الورقه هذه بحال الورقه ديال البسطيله ديال هذيك اللي تنشريو بالكيلو، بحالها زوينه. هي تتباع مثلجه وتتاخدوا منها الكميه اللي بغيتو، من بعد تتردوها للفريغو عادي. الصراحه عجباتني، عمري ما استعملتها، اول مره نستعملها. صراحه روعه. ونبداو على بركه الله. غناخدو اوريقه، الجهه الحرشه غنديروها من التحت والجهه الملسه غنديروها من الفوق، وندهنو الورقه ديالنا ونديرو الحشوه. حاولوا تاخدوا طريفات ديال الحوت وديروهم من الفوق يكونوا باينين. ونشدو شويه ديال الفخوماج نحطوه من الفوق ونسدو الورقه ديالنا. غنديرو بحال البليات. طريقه ساهله. صافي وحنا سالينا. تنحطوها في واحد اللاطه ونمشيو. بغيت ندير معكم واحد الشكل تيجي بحال الوريضه. المهم تنديرو ورقه في ورقه كما تتشوفوا. الجهه الملسه هي اللي فوق والجهه الحرشه لتحت. تندهنوها
ناخدو الحشوة وتناخدو الورقة بحال هاد الشكل هذا. شوفوا تنجمعوها وتنديروا لها بحال هكا، بحال اختي الا جمعتي شي رزيمه وكرستي عليها بحال هكاك صافي. والوريقات اللي الفوق نهبطهم غنلمطو بهم لتحت. شوفوا انا قربت لكم، غندخلوهم لتحت باش يعطينا داك الشكل ديال أوريضة. ولكن اختي ما نكذبش عليك، شنقول لك، الاولى احسن، حيت هذه ستعطيك الديكور زوين ياكي، ولكن تتبقى ديك الورقه من الفوق هكا. شنقول لك بحال يعني ما تتوصلي الحشوه هي لتحت والورقه تتبقى واقفه الفوق. المهم هذا كشكل زوين وصافي، ولكن الاخرى التقليديه هي الاحسن. هذا الشكل هذا تنصحك به، ولكن إلا بغيتي الديكور هو هذاك. الرجوع إلى الأصل فضيلة يقولوا. هذا هو الشكل التقليدي ديالنا. والبسطيلة أكلة عريقة، بسطيلة الحوت ولا بسطيلة الدجاج ولا المحنشة، أكلة عريقة مغربية أصيلية بامتياز بلا منازع. حتى واحد ما يقول البسطيلة ديالنا، الخبر في راسكم. المهم تنخليو ديك اللي زاد علينا من الزبدة، تنديرو عليه صفار بيضة، تنخلطوها وندهنو بها الوجه ديال البسطيلات ديالنا. هادي ماشي بسطيلة، هادي غير بسيطلة. المهم تندهنوها وما تنساوش تقبوها عاد دخلوها للفران. خدوا واحد الكيغدو وتقبوها وعاد دخلوها ان شاء الله الفران حتى تاخد واحد اللون ذهبي وخرجوها. ما تاخدش بزاف د الوقت، ربع ساعة 20 دقيقة. المهم غير يدهبوا ليكم خرجوها. ايوا الغزاله الا بغيتي تزينيها بشويه الفرomاج تعطي واحد الديكور زوين. المهم انا غنزين غير هادو، الاخرين ما غاديش نحط عليهم الفرomاج. والى الفرن بعد 20 دقيقه. شوفوا اللون غزال والريحه يا سلام. تنزينوهم، زينوهم باللي عندكم. انا داك شويه الكروفيت دوزتو في شويه د الزبيده وشويه ديال الفلفل الاسود الابزار وواحد 2 دقائق صافي. خليتهم يبردوا وفاش خرجوا البسيطلات انا غنزين بيهم. المهم نزوق واحد شويه. اقبلوا عليا وصافي. زينتهم بهذا الشكل وزينت بشويه ديال الليمون وهذا ودوك الكروفيطات اللي بقاو ليا حطيتهم. هذا هو الشكل النهائي. تنتمنى يعجبكم. الصراحه الريحه يا سلام والمذاق يا سلام.
وما فيهمش قوة التفكيك، زعما ساهلين ماهلين. الغزالات تنتمنى يعجبكم الفيديو وتطبقوهم وتكتبوا لي في التعليقات. شكرا جزيلا، ما تنسونيش بالجماجم ديالكم. شكرا ومع السلامة.